بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن النفرولوجي. لازم يكون عندك سكيمة كده معينة في دماغك علشان تقدر تجاوب النفرولوجي كويس. الحقيقة ان دكتور شريف الهواري شرح الموضوع ده باستفاضة وبطريقة رائعة جدا، يعني انا انصح اي حد ان هو يسمع تسجيلات دكتور شريف الهواري. بس انا فضلت ان انا احط لكم شوية حاجات بسيطة قوي او بيزكس كده في الكدني، بحيث ان انت ممكن تذاكرها في ساعتين من غير ما تتعب او من غير ما تاخد منك مجهود. هنتكلم النهارده عن درس اسمه الجلوميرولونيفرايتس، والجلوميرولونيفرايتس هو اساس الكدني. يعني اي مرض بعد كده بيبقى سببه التهاب في الكليه. اي مرض كبير من اللي بنذاكره من اللي بيجي في الامتحان بيبقى غالبا سببه التهاب في الكليه، والالتهاب ده اسمه جلوميرولونيفرايتس. قبل ما اتكلم على الجلوميرولونيفرايتس، دكتور شريف الهواري كان عامل رسمه كده، يمكن انتم ما تكونوش شفتوها، بس الواحد بعد ما بيخلص امتحان بيبقى شايف او ملم بالمواضيع شويه. فانا هحاول اشرح كده شرح بسيط عن الجلوميرولونيفرايتس. هتكلم الاول عن تركيب النفرون. النفرون عندنا قلنا بيتكون من باومنز كبسول وبيتكون من كابيلاري طفت. لو احنا جينا خدنا مقطع من الباومنز كبسول هنلاقي المنظر الاتي. انا ببص لها، خدت مقطع هبص لها من قدام. ادي الباومانز كبسول، طبعا هي متوصله بس انا راسمها رسم كروكي يعني. تمام، ادي الباومانز كبسول، المفروض ان انا وانا ببص لها كده تبقى ايه، سيركلر حوالين الكابيلاري طفت. وادي الكابيلاري طفت ديت اسمها بودوسايتس، اللي هو المكون للباومانز كبسول بودوسايتس. ودي اسمها كابيلاري طفت، والكابيلاري طفت ديت بتبقى في متجمعه من بعض، هي عامله لوبيولز ومتجمعه من بعض بواسطه سيلز اسمها الميسانجيال سيلز. تمام كده، يبقى المنظر ده انا جايب النفرون قطعه وببص عليه من قدام. ادي البودوسايتس والباومانز كبسول بتاع البودوسايتس اللي بتكون الباومانز كبسول. هنا في اندوثيليوم بتاع الكابيلاري، وهنا في الميسانجيال سيلز. هنبدا نتكلم عن مرض اسمه الجلوميرولونيفرايتس. والجلوميرولونيفرايتس هو رينال ديزيز كاركترايزد باي جلوميرولار انجري اند انفلاميشن. والجلوميرولونيفرايتس 90% من اسبابه، 90% من الباثولوجي بتاعه بيكون اميونولوجيكالي، وعلشان كده هو بيكون بايلاترال. تعالوا بينا نتكلم على الايتيولوجي بتاع الجلوميرولونيفرايتس. الايتيولوجي بتاع الجلوميرولونيفرايتس حاجتين. طلع ورقه وقلم واعمل اللي انا اقول حاجتين، ثلاث حاجات، تروح انت مطلع ثلاث اسهم او سهمين مايند ماب. ايتيولوجي حاجتين، برايمري وسكندري. والبرايمري معناه ايه؟ معناه ايديوباثيك باثولوجي كونفايند تو الكدني. بمعنى احنا مش عارفين السبب اللي خلى جهاز المناعه يتجنن. ما احنا اتفقنا ان الجلوميرولونيفرايتس 90% منه اميونولوجيكال، فاحنا مش عارفين السبب اللي خلى جهاز المناعه يتجنن ويضرب الكليه من غير ما يضرب اي حاجه تانية. ده اسمه برايمري. طيب، اما السكندري كوزز بقى بتاعه الجلوميرولونيفرايتس، وهي السكندري كوزز او هي الكوزز بقى بعد كده بتاعه اي مرض في الكليه من الكبار. يعني هي هتبقى الكوزز بتاعه النفروتيك سندروم والنفريتك سندروم والرينال فيلير، سواء كانت اكيوت سواء كانت كرونيك. يبقى برايمري كوزز قلناها، سكندري كوزز، والسكندري كوزز 3 اي و3 ام. اول اي انفكشن، والانفكشن قد تكون بوست ستريبتوكوكال سب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس سيفلس. تاني اي عندنا اميون زي سيستميك لوبس اريثيماتوزس، اي مرض اميون بيطلع انتي بوديز تروح تضرب الكدني. بولي ارترايتس نودوزا ده انفلاميشن في الميديم سايز ارترز. وطبعا احنا عندنا الكليه الكابيلاري تافتس دي كلها ممكن تتدمر، يا اما هنخشولاين بيربرا. وزي ما احنا عارفين الهنخشولاين بيربرا ما هي الا انتي بوديز بتطلع تضرب البلاد فيسل في الجسم كله، بما فيها البلاد فيسلز بتاعه الكدني، وبالتالي ممكن تعمل لنا جلوميرونيفرايتس. يبقى احنا عندنا 3 اي انفكشن اميون اياتروجي. تالت حاجه بقى اياتروجينيك. ايه هو الحاجات الاياتروجينيك؟ قال لك مثلا واحد بياخد دراج زي الجولد او البنسلامين او الكابتوبريل، الدراجز دي كلها بتدمر الكدني. يبقى احنا عندنا 3 اي و3 ام. ما هم ال3 ام؟ اول حاجه ميتابوليك زي الدايابيتس ميليتس، جوت، واميلويدوزس. الحاجات دي كلها، الدايابيتس ميليتس بيطلع سوربيتول، والسوربيتول يترسب في الكليه ويعمل جلوميرونيفرايتس. تاني حاجه الجوت عندنا بيترسب اليوريت كريستالز في الكدني وتعمل برضو جلوميرونيفرايتس. يا اما اميلويدوزس، والاميلويدوزس هو بروتين يترسب في الكدني ويعمل
جلوميرونيفرايتس. بعد كده عندنا المالجنسي، مرض اسمه مالتيبل مايلوما، والمالتيبل مايلوما بيطلع بروتين اسمه بينس جونز بروتين، وهذا البينس جونز بروتين يترسب في الكدني ويعمل لنا جلوميرونيفرايتس. اخر حاجه عندنا الام الثالثه اللي هي الميسيلينيوس زي سندروم، اسمها البرت سندروم، مكتوبه بس في الكتاب بس مش عليك، فلو عايز تحفظها اسم احفظها اسم. يبقى احنا عندنا 3 اي و3 ام. 3 اي انفكشن اميون ايتروجينيك، الانفكشن بوست ستريبتوكوكال سب اكيوت اندوكاردايتس وسيفيلس وبالهارزيا واتش اي في. تاني حاجه عندنا او تاني اي عندنا اميون سيستميك لوباس، بولي ارترايتس نودوزا، هينوخشولاين، بيربرا. تالت حاجه عندنا ايتروجينيك زي الجولد والبنسلامين والكابتوبريل. بعد كده 3 ام ميتابوليك زي الدايابيتس ميليتس والجاوت والاميلويدوزس. بعد كده عندنا الام الثانيه مالجنسي زي المالتيبل مايلوما، بتطلع بينس جونز بروتين. تالت حاجه عندنا ميسيلينيوس زي الالبرت سندروم. ده بالنسبه للاتيولوجي. طيب الباثولوجي اللي بيحصل، اتفقنا ان الباثولوجي بتاع الجلوميرونيفرايتس 90% منه اميونولوجيكال انجري، وهذا الاميونولوجيكال انجري قد يكون اميون كومبلكس انتيجين وانتي بودي وكومبلمنت بيتحدوا مع بعض ويروحوا يضربوا الكليه. ده اول حاجه. يا اما انتي جلوميرولار بيزمنت ممبرين، لان البودوسايت والكابيلاري ملتصقين ببعض عن طريق بيزمنت ممبرين، فاللي بيطلع بقى ده حاجه سبيسيفيك قوي، ان يطلع انتي بودي يضرب الجلوميرولار بيزمنت ممبرين. يا اما ابنورمال كومبلمنت اكتيفيشن، الكومبلمنت بس هو اللي بيروح يضرب الكليه. يبقى الاميونولوجيكال انجري قد يكون في صوره اميون كومبلكس، وده الاهم، قد يكون في صوره انتي جلوميرولار بيزمنت ممبرين، قد يكون في صوره ابنورمال كومبلمنت اكتيفيشن. ده بالنسبه للاميونولوجيكال انجري. قد يكون نون اميونولوجيكال، كلام فارغ، يعني مثلا ابنورمال ميتابولايتس في الدايابيتس ميليتس، سوربيتول في الاميلويدوزس، مالتيبل مايلوما، بينس جونز بروتين. قد يكون انفكشن زي في حاله مثلا الدايركت انفكشن للكليه عمل لي جلوميرونيفرايتس، زي في حاله النيفروتوكسين. نيفروتوكسين بيطلع واحد عنده حاجه اسمها هيموليتيك يوريميك سندروم. الهيموليتيك يوريميك سندروم سترين معينه من الاشيريشيا كولاي بتطلع توكسين. التوكسين ده بيروح للدم ويضرب البلاد فيسلز بتاعه الكليه كلها، فالبلاد فيسلز دي لما تتضرب تبقى رف، فيحصل هيموليسيس ويحصل يوريميا نتيجه ضرب الكليه. هيموليسيس ان البلاد فيسل بقى خشن فبدا يدمر في الار بي سيز، ويحصل يوريميا اللي هو رينال دامج نتيجه ان الفيسلز بتاعه الكدني يحصل جلوميرونيفرايتس. تمام، هيموليتيك يوريميك سندروم. اخر حاجه عندنا انترافاسكولار كواجيوليشن زي الهينوكشولاين بيربرا. زي ما احنا عارفين ان الهينوكشولاين بيربرا انتي بادز تطلع تضرب البلاد فيسلز بتاعه الجسم وبما فيها طبعا الكليه، فممكن تعمل نفروك سندروم. يبقى احنا الباثوجينيسيس بتاعنا 90% اميونولوجيكال انجري. ثلاث حاجات: اميون كومبلكس، انتي جلوميرولار بيزمنت ممبرين، ابنورمال كومبلمنت اكتيفيشن. يا اما نون اميونولوجيكال، ودي قد تكون ابنورمال ميتابولايتس، يا اما قد تكون انفكشن، قد تكون انترافاسكولار كواجوليشن زي الهينوكشولاين بيربرا. كل الكلام اللي فات دوت مش مهم قوي، انت هتذاكره وهتحفظه لوحدك في الاتيولوجي في الباثوجينيسيس. اما الاتيولوجي مهم جدا لان انت بتكتبه في اي مرض في ايه، في الكليه. وعموما في البطنه الباثوجينيسيس مش مهم عندنا، يعني انت مش مطلوب منك تعرف الميكانيزم قد ما مطلوب منك تعرف الديفينيشن، تعرف الاتيولوجي، تعرف الكلينيكال بيكتشر والانفستيجيشن والتريتمنت. تمام كده؟ طيب بعد كده عندنا بقى ايه اهم حاجه؟ الكلاسيفيكيشن. ده اهم حاجه عندنا النهارده ان احنا نعرفه. لو فهمنا الكلاسيفيكيشن كويس هنعرف نفهم اي مرض بعد كده جاي في الكدني. والكلاسيفيكيشن الكلاسيفيكيشن اوف الجلوميرونيفرايتس according to اربع حاجات: according to الايتيولوجي برايمري وسكندري. احنا اتفقنا ان الايتيولوجي برايمري هو اميونولوجيكال بس مش عارفين ليه، يعني مش عارفين ايه اللي خلى الاميونيتي تتجنن. ده برايمري. يا اما سكندري اللي هم الثلاثه اي والثلاثه ام، خلاص نركنه على جنب. اول كلاسيفيكيشن etiological classification. تاني حاجه according to الكورس بتاع الديزيز، قال لك ان الكورس قد يكون acute وقد يكون rapidly progressive بياخد من اسبوع لشهر، وقد يكون كرونيك بياخد اكتر من شهر. قال تاني classification according to الكورس. تالت classification according to distribution بتاع الديزيز. يعني ايه according to distribution؟ يعني هل بيحصل الدمج ده according to distribution، وبنطلع سهمين على السهم الاولاني هل المرض ده على مستوى الكليه كلها، قصدي يعني
الاكورد معلش اسف الكلاسيفيكيشن الثالث according to distribution نطلع سهمين على مستوى الكليه وعلى مستوى الجلوميرولاي. على مستوى الكليه هل هو ضرب الكليه كلها؟ ده يبقى اسمه ديفيوز. ضرب الكليه كلها يبقى اسمه ايه؟ ديفيوز. طيب ضرب جزء من الكليه يبقى اسمه فوكال، في فوكس في الكليه. تمام. طيب على مستوى الجلوميرولاي بقى هل ضرب الجلوميريولاس كلها يبقى اسمه جلوبال، ولا ضرب جزء من الجلوميريولاس فده يبقى اسمه سيجمنتال. فلو احنا قلنا ان احنا عندنا فوكال سيجمنتال جلوميرونيفرايتس، فوكال يعني حته من الكليه وسيجمنتال يعني ضرب جزء من النفرو. تمام جميل. تالت حاجه بقى واخر حاجه رابع حاجه عندنا هو الباثولوجيكال كلاسيفيكيشن، وده اللي يهمنا. كل اللي فات ده كلام فارغ، بس يهمنا بقى ايه؟ الباثولوجيكال كلاسيفيكيشن. وينقسم الجلوميرونيفرايتس according to الباثولوجيكال كلاسيفيكيشن لحاجتين. اول حاجه ان ما بيحصل بروليفريشن للخلايا اللي موجوده في الكابيلاري تافت او لل باومانز كبسول او للميسانجيال سيل، وده يبقى اسمه بروليفراتيف جي ان بروليفريشن. ولو حصل بروليفريشن الكابيلاريز هتتسد، ولو الكابيلار سواء هنا او هنا الفلتريشن هيقف، يعني يا اما هنا الفلتريشن يقف يا اما هنا الكابيلاريز هتتسد. في الحالتين بيحصل ان المصفى اتسدت، ولو المصفى اتسدت تعمل لنا مرض اكيوت، مرض سيفير اسمه نفريتك سندروم. اما الحاجه التانية ان يحصل التهاب من غير مل، من غير ما يحصل بروليفريشن. الالتهاب دوت بطريقه ما هنعرفها دلوقتي هيعمل لنا حاجه اسمها نون بروليفريتيف جي ان. يبقى احنا عندنا باثولوجيكال كلاسيفيكيشن الجي ان يعمل لنا نون بروليفريتيف جي ان وبروليفريتيف جي ان. والنون بروليفريتيف قد يكون ديفيوز واخد الكليه كلها، وقد يكون فوكال واخد جزء من الكليه. وبرضه البروليفريتيف قد يكون ديفيوز واخد الكليه كلها، وقد يكون فوكال واخد جزء من الكليه. اول حاجه عندنا هنتكلم على البروليفريتيف كلاسيفيكيشن. على النون بروليفريتيف كلاسيفيكيشن بيحصل التهاب من غير ما يحصل دامج، من غير ما يحصل بروليفريشن للسيلز. طيب النون بروليفريتيف حاجتين، يا اما ديفيوز واخد الكليه كلها، وقد يكون مينيمال تشينج جي ان او ممبرينوس جي ان. يعني ايه مينيمال تشينج جي ان؟ قال لك لو احنا جينا كده شفنا الكابيلاري، تعالوا نتحرك بس شويه كده اهو. لو احنا جينا كده شفنا الكابيلاري تافت والباومانز كبسول هنلاقيهم ان هم لازقين مع بعض ببيزمنت ممبرين. قال هي الباومانز كبسول دي تتكون من ايه؟ تتكون من بودو سايت، والبودو سايت ليها رجول مشرشره كده. تمام. الرجول المشرشره ديت مضيقه البورز بين، يعني في جانكشن اهو بين البودوسايتس وبعضها، فعامله بورز صغيره. البورز دي لا تسمح بمرور البروتين، والسنان بتاعتها نيجاتيفلي تشارجد. فالمينيمال تشينج جي ان بيحصل فيها ايه؟ بيحصل ان السنان دي كلها بتتمسح. ده اللي بيحصل. بس لما السنان دي تتمسح البورز اللي هنا ايه؟ توسع، يعني البروتينز تقدر تعدي. ده كمان فقدت النيجاتيف تشارج اللي موجوده هنا، والنيجاتيف تشارج اللي موجوده هنا هي اللي كانت بتتنافر مع البروتين وتمنعها ان هي تخرج من البورز. بس في الحاله ديت ده ما بيحصلش. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان النيجاتيف تشارج دي ضاعت، فالبروتين بيخرج ويعدي. يعني المصفى هنا اتخرمت ولا اتسدت؟ لا، المصفى هنا اتخرمت، وبالتالي يحصل نفروتيك سندروم. في مشكله؟ ان شاء الله مفيش. طيب تاني حاجه عندنا ممبرينوس جي ان. الممبرينوس جي ان بيحصل ايه؟ قال لك بيحصل حاجه بسيطه خالص. ايه هي؟ قال لك احنا مش هنا الكابيلاري تافت ماسكه مع الباومانز كبسول ببيزمنت ممبرين. قال لك بيترسب بروتين في البيزمنت ممبرين، وترسب البروتين في البيزمنت ممبرين يعمل لنا ايه؟ قال لك يشد على البورز دي ويوسعها، فالبورز دي بدل ما هي ضيقه كده توسع، ولما البورز الضيقه دي توسع البروتين يقدر يعدي بصوره اكبر، فيحصل ان المصفى اتخرمت، فيحصل نفروتيك سندروم. يبقى اول حاجه عندنا مينيمال تشينج جي ان، تاني حاجه ممبرينوس جي ان، تالت حاجه اسمها فوكال سيجمنتال جي ان. فوكال يعني جزء من الكدني، وسيجمنتال يعني جزء من النفرون. بيحصل ايه؟ بيحصل ثيكنينج اوف البارت اوف النفرون. تمام. بيحصل البيزمنت ممبرين بتاع بارت اوف النفرون بيحصل فيه ثيكنينج زي الممبرينوس جي ان، بس في جزء من الكليه وفي سيجمنت من النفرون، مش النفرون كله. جميل جميل. يعني مش في الباومانز كبسول كلها، في جزء من الباومانز كبسول. ده بالنسبه للنون بروليفريتيف جي ان. البروليفريتيف جي ان بقى
بيحصل بروليفريشن للخلايا. قد تكون ممبرينو بروليفرتيف، فاذا كانت النون بروليفرتيف جي ان فيها ممبرينوس جي ان وهو عباره عن اميون ديبوزيشن في البيزمنت ممبرين، فان البروليفرتيف جي ان فيها ممبرينو بروليفرتيف. بيحصل حاجتين مش حاجه واحده. ايه هما الحاجتين؟ قال لك بيحصل اميون ديبوزيشن ثيكنينج اوف البيزمنت ممبرين، والثيكنينج اوف البيزمنت ممبرين ده يشد على البورز ويوسعه ويحصل نفروتيك سندروم. ايه ده؟ هو انت مش قلت ان البروليفرتيف جي ان بيعمل نفروتيك سندروم الا في حاله الممبرين وبروليفرتيف جي ان يعمل نفروتيك ونفريتيك سندروم. النفروتيك سندروم نتيجه الثيكنينج اوف البيزمنت ممبرين فالبورز توسع فيحصل فلتريشن للبروتين. تاني حاجه انترا كابيلاري تاني حاجه بقى الميكانيزم الحاجه التانيه اللي هو البروليفريشن، انترا كابيلاري بروليفريشن. الاندوثيليوم ده يحصل له بروليفريشن والمصفى تتسد فيحصل نفريتك سندروم. تمام. تاني حاجه ميسانجيو بروليفرتيف جي ان، ومن الاسم كده ان الميسانجيال سيلز دي بتكبر وتروح ضغط على الكابيلاريز فتقلل الفلتريشن فيحصل نفريتك سندروم. تالت حاجه عندنا كريسنتريك جي ان، واللي بيحصل فيها ايه؟ بيحصل حاجه اسمها اكسترا كابيلاري بروليفريشن. الاكسترا كابيلاري بروليفريشن دوت يعني في الباومانز كبسول بس يبدا يحصل فيها بروليفريشن للسيلز ديت، فيبقى المنظر كالتالي. بيبقى شكل الباومانز كبسول ديت كلها مصمطه كده، مش مفرغه زي ما انتم شايفينها، مصمطه كده تحت الميكروسكوب شبه الهلال، فده يبقى اسمه كريسنتريك جي ان. وهنا طبعا المصفى اتسدد. اخر حاجه عندنا الديفيوز بروليفرتيف جي ان، وهنا بيحصل بروليفريشن في الميسنجيال سيل، بروليفريشن في الكابيلاريز في الكابيلاريز وبروليفريشن في الباومانز كبسول، فبالتالي المصفى اتسدت ويحصل نفريتك سندروم و اكيوت رينال فيلير. نسيت اقول لك ان في الكريسنتريك جي ان البروجريشن بتاع المرض، احنا قلنا ان المصفى بتتسد تمام، بس في المصفى بتتسد من بره، بس قال لك ان ده بياخد وقت طويل شويه عشان يحصل، يعني ما بتحصلش اكيوت، بتحصل في اقل من شهر، بس برضه ما بتحصلش بسرعه جدا، فسميناها ايه؟ فسميناها الجزء الثالث من الكلاسيفيكيشن اللي هو الرابيدلي بروجريسيف رينال فيلير. رابيدلي بروجريسيف رينال فيلير، ولا هي نفريتك لان النفريتك بتحصل بسرعه، ولا هي كرونيك اللي هو نفروتيك سندروم، لا هي رابيدلي بروجريسيف رينال فيلير. ما اقدرش اقول عليها نفريتك، هقول عليها رابيدلي بروجريسيف رينال فيلير. اخر حاجه عندنا بقى الفوكال بروليفرتيف جي ان او مرض اسمه البرجر ديزيز. بيحصل فيه ايه؟ قال لك دوت اي جي ان نيفروباثي، بيحصل فيه فوكال افكشن لجزء من الجلوميريولار، بيحصل ميسانجيال بروليفريشن وبيحصل جلوميريولار انفلتريشن باميونوجلوبولين ايه، وبيحصل دامج للكابيلاريز فيحصل سيفير بليدنج والمصفى تتسد نتيجه الانفلتريشن والميسانجيال بروليفريشن. وانا نسيت اقول لك ان البرجر ديزيز هو الموست كومون كوز اوف الجلوميرولونيفرايتس عموما، الموست كومون كوز اوف الجلوميرولونيفرايتس عموما. نسيت اقول لك في النون بروليفرتيف جي ان المينيمال تشينج جي ان مشهور في الاطفال، والممبرينوس جي ان مشهور في الكبار، والفوكال سيجمنتال جي ان بيجي في الكبار والصغيرين. تمام. طيب احنا دلوقتي عرفنا الجلوميرولونيفرايتس والامراض اللي بيسببها، يا اما نفروتيك سندروم يعني نفريتك سندروم، يا اما رابيدلي بروجريسيف جي ان في حاله الكريسنتريك جي ان، يا اما اخر حاجه الاكيوت اند كرونيك رينال فيلير. طيب الجلوميرولونيفرايتس لو عمل نفريتك سندروم يحصل ايه؟ قال لك مصفى اتسدت ما بقاش يحصل فلتريشن، دوت مرض اكيوت. والمرض الاكيوت دوت بيعمل لنا 5 حاجات. اول حاجه هيماتوريا، مصفى اتسدت وحصل دامج للبلاد فيسلز اللي موجوده فحصل سيفير بيحصل هيماتوريا. تاني حاجه بروتينيوريا، بس البروتينيوريا ضعيفه. هو انت مش قلت ان فريتك مصفى مسدوده؟ قال لك مسدوده بس ما يمنعش يعني ان في انفلاميشن وفي دامج بسيط، ممكن يعدي شويه بروتينات تصل الى 35 جرام، اقل من نفروتك بكتير جدا، ده بروتينيوريا. بعد كده اوليجويوريا، مصفى مسدوده ما بينزلش يورين. واخر حاجه هايبر تنشن، ليه؟ انفلاميشن في الكدني اكيوت يعمل ستيميوليشن للرينين انجيوتنسين سيستم اللي ممكن يعمل لنا سيفير او مالجنانت هايبر تنشن، ده بالنسبه للنفريتك سندروم. طيب تاني حاجه مصفى مخرومه نفروتك سندروم، هو المصفى المخرومه دي يحصل ايه؟ يحصل بروتينيوريا، والبروتينيوريا تعمل هايبوبروتينيميا، والهايبوبروتينيميا تعمل اديمه
والهايبوبروتينيميا تعمل اديمه، والليفر يتحفز ويبدا يصنع كميات كبيره جدا من البروتين. فكميات البروتين اللي بتطلع دي بيحفز الليفر برضو ان هو يطلع معاه كوليسترول، ينتج كوليسترول، فبيزيد نسبه الكوليسترول في الدم، فيحصل هايبر ليبيديميا ويحصل ليبيدوريا كمان. تمام. طيب جميل. يبقى احنا اتفقنا دلوقتي مصفى مخرومه يحصل ايه؟ يحصل بروتينيوريا، فيحصل هايبوبروتينيميا، يحصل اديمه، هايبر ليبيديميا وليبيدوريا. طيب ولو حصل الهايبوبروتينيميا دي مصيبه سودا بقى. ليه؟ قال لك على حسب، لو الالبومين بس اللي هرب ده مايلد باثولوجي، يحصل جنرالايزد اديما، بروتين الالبومين نزل يحصل مايلد اديما. اما بقى لو كانت الدمج كبير جدا والمصف مفتوح على البحر، يبدا يطلع بروتينات تانية غير الالبيومين فتحصل جنرالايزد اديما. مثلا ممكن يفقد الاميونوجلوبولينز، يتعرض الشخص للانفكشن، يفقد فيتامين دي جلوبولينز اللي بتشيل الفيتامين دي فيحصل اوستيوماليشيا. ممكن يحصل فقد للترانسفيرين فيحصل ديكريس في ايرون ديفيشنسي انيميا. ممكن يفقد بروتين اسمه الانتي ثرومبين 3، والانتي ثرومبين 3 دوت اللي كان بيعمل انهبيشن للكواجيليشن فيحصل هايبر كواجيلوباثي. تمام كده. ده بالنسبه للنفروتيك سندروم، وطبعا هنشرحه بالتفصيل ان شاء الله في فيديو تاني. بس انا بتكلم عن مصفى مسدوده نفريتك سندروم، اوليجوريا وهايبرتنشن، مصفى مخرومه بروتينيوريا وهايبوبروتينيميا. والبروتينيوريا ديت والهايبوبروتينيميا ديت على حسب المرض، لو الالبومين بس هو اللي بيفقد ولا البومين وبروتينات تانية. لو الالبومين بس بيفقد هيبقى مشكلتي عند الشخص ده في الاديمه، الشخص ده هيبقى متنفخ ووارم. اما لو البروتينات التانية بتفقد الموضوع هيبقى اعقد من كده، هيحصل جنرالايزد اديمه، اميونوجلوبولينز تعمل انفكشن، فيتامين دي جلوبولينز لو فقدت تعمل اوستيوماليشيا، ترانسفيرين لو فقد يحصل ايرون ديفيشنسي انيميا، انتي ثرومبين 3 لو فقد هيحصل هايبر كواجيولوباثي. والشخص ده ممكن يدخل في امبوليك ومانيفستيشنز. يا رب تكونوا فهمتوا الجلوميرونيفرايتس. اهم حاجه الكلاسيفيكيشن بتاعه الجلوميرونيفرايتس. يا رب اكون عرفت اقدم حاجه مفيده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.